ياما ياما عامل ايه؟ الحمد لله بخير يا صاحبي. الدنيا بايظه والله. ده لسه يا ابني هتبوظ اكتر، ما تعرفش حاجه. الدنيا عماله تغلى والاسعار عماله بتغلى، والدولار هيبقى ب 1000 جنيه على اخر السنه الجايه وشغلانه. هتبوظ معانا اكتر من كده. هتبوظ. بقول لك صح، انت اللي ايه؟ هتنفعني في الموضوع ده. ايه انت صح؟ عاوز اجيب موبايل، عاوز اغير الموبايل اللي معايا بطارية. هتجيب موبايل بيقول لك دلوقتي دفع عليه ضرايب وبتاع. كام مثلا يعني؟ كام ايه يا ابني؟ هتجيب التليفون مثلا ب 50,000 هتدفع عليه 120,000 جنيه ضرايب. اه والله. لا لا يا ابني اسكت، ما انتش فاهم حاجه. حتى التليفونات. حتى التليفونات دنيا خربانه زي ما بقول. كنت مكلمك في حوار من فتره كده، بفكر انفذ فيه. ورا الموتوسيكل. جدع، الله ينور عليك. اسكت اسكت، هتجيب الموتوسيكل هتعمل بيه حادثه ونوديك المستشفى ونقعد نصرف عليك برضه. هي نفس الحوارات يا ابني. يا عم طب اقول لك على حاجه. اوه. لو بفلوس الموتوسيكل دي دخلتها مقدمه في عربيه امان اهو، عربيه واربع عجلات واربع بيبان مقفولين عليا. كده مفكر انت امان؟ يا عم ربنا بيستر بقى. هتجيب العربيه هتعمل بيها حادثه، هتدفع الاقساط، هتبقى ميت مديون وشغلانتك شغلان. انا راجل اللي جيت قعدت معاك